هنعمل مع حضراتكم النهارده الجمال اللي انتم شايفينه ده. هنعمل معاكم بيتزا المحلات بطريقه سهله بسيطه، وسر المطه اللي انتم شايفينها دي، سر المطه دي هتشوفوها معانا النهارده ان شاء الله بطريقه سهله بسيطه جدا. اهي شايفينها عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين الجبنه بتاعتها عامله ازاي؟ اهي شايفينها عامله ازاي؟ بيتزا المحلات بطريقه سهله بسيطه خالص. اهي ان شاء الله نعملها معاكم باذن الله. تابعوا الفيديو للنهايه وهنبدا مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من مطبخ نادر سليمان. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البيتزا. طريقه عمل البيتزا، طبعا البيتزا اليومين دول طالعه زي ترند، فانا حبينا نعملها بطريقه سهله بسيطه وطريقه مختلفه جدا ان شاء الله تعجبكم، من غير صلصه ولا حاجه. هنعملها بالبيض، وان شاء الله تابعونا للنهايه وان شاء الله هتشوفوا بيتزا باذن الله تعجبكم باذن الله. هنعمل مع بعض النهارده كيلو دقيق. كيلو دقيق دوت هنحط عليه حوالي نص معلقه كبيره او معلقه صغيره من الملح زي كده. هقلبها بس في الدقيق كده، وهبدا اجيب بوله صغيره زي كده وابدا احط فيها معلقتين سكر، او ممكن 3 معالق حوالي من 50 او 60 جرام، وانزل عليهم شويه ميه كده، ومعانا 20 جرام خميره، كيسين خميره زي حضراتكم ما انتم شايفين. دول هقلبهم مع بعض زي كده واسيبهم شويه 5 دقايق على ما نشوف بقيه العجين بتاعنا. هنشتغل معاكم البيتزا بطريقه سهله جدا وبسيطه، وبعدين احنا يعني مش هنكلف عليكم خالص، موضوع سهل جدا وبسيط. ومش هعملها بحليب، مش هعملها بحليب، مش هحط فيها حليب. الحليب متاح، عايزين تحطوا حليب بودره ماشي، مش عايزين تحطهم خلاص، يعني من غير حليب انا عاملها ابسط المقادير، وان شاء الله تطلع معانا بيتزا ولا احسن من كده باذن الله. هبدا بعد كده، بعد ما حطيت الملح وقلبته مع الدقيق، هبدا انزل بخليط السكر طبعا اهو، مع الخميره، مع شويه ميه صغيرين زي ما حضراتكم شايفين اهو. هندور السكر كده مع الخميره، وهبدا انزل على الدقيق بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا بس اشبطه كده الاول، وهبدا انزل بايدي عشان املك العجين. طبعا احنا ما بنحطش الميه مره واحده يا جماعه، نحط جزء بجزء كده. الجزء اللي حطيناه بتاع الخميره مع السكر، وهبدا ان انا انزل بشويه ميه واحده واحده. كيلو دي طبعا هياخد له حوالي من 350 ل 400 جرام، 450 حسب نوعيه الدقيق. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، احنا عملنا البيتزا طبعا قبل كده، بس حبينا نعملها معاكم ان شاء الله بطريقه مختلفه النهارده. العجينه ديت لازم ندعكها كويس، العجينه تبقى ناعمه، ما يبقاش فيها اي خشنه خالص زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنبدا احنا كده بعد ما دعكناها، هنبدا ننزل عليها ب3 معالق زيت، عشان الزيت بينعم العجين. زي ما قلنا اي عجين معجنات انا معلقه حوالي يعني من 30 او 40 مللي زيت قالوا في العجينه زي كده بالراحه. طبعا الزيت بينعم العجين. طبعا اهم حاجه في المعجنات يا جماعه، اي عجين معجنات لازم تحط فيه زيت. احنا بنحاول يعني نتكلم في ادق التفاصيل والحاجات اللي هي بتنجح اي عجينه. طبعا انا مش حاطط حليب بودره وده متاح، عايزين تحطوا مفيش اي مشاكل. انا بحاول ان انا اعمل عجين، حضراتكم شايفين العجينه قدامكم اهي. هبدا ان انا اسيبها تخمر. العجينه دي انا هقسمها 2، هعمل منها شريك وهعمل منها بيتزا. ان شاء الله ممكن نقسمهم على فيديوهين هنعرفكم ازاي ان العجينه ممكن يتعمل منها كذا شكل وبنفس الطريقه. زي ما حضراتكم شايفين اهو، قسمناها 2 اهو. هنعمل دي شريك وهنعمل دي بيتزا باذن الله. دي ممكن نقسمها على بيتزايتين،
ان شاء الله هنوروك هنعملها ازاي باذن الله. هنبدا ده عجينه الشريك يا جماعه، ده هنعملها شريك. هنحطها في البوله بتاعتنا زي كده تخمر، وهنغطيها بمنديل بلاستيك زي كده. والبيتزا طبعا بتاعتنا هنبدا برضو ان احنا اول حاجه هنعملها على 2، هنقسمها كده على 2. دول هنعملهم على بيتزتين يا جماعه اهو. هنبدا بس نغطيهم كده ونسيبهم ربع ساعه ولا حاجه. الجو طبعا حر. ده العجين طبعا بعد ما خمر خد له حوالي من تلت ساعه. طبعا الجو حر يا جماعه عشان كده خمرت على طول. هنبدا ان شاء الله نفرد البيتزا بتاعتنا. دقيق وهبدا العجين بتاعنا اهو خمران. رش دي برضه فوق خفيفه كده، وهبدا ان انا افرد زي ما حضراتكم شايفين اهو، يعني حوالي سمك نص سنتي. العجينه ما شاء الله خمرانه وماشيه معانا زي الفل اهي. هنبدا نجيب الصينيه بتاعتنا مقاس 30. الصينيه دي مقاس 30 يا جماعه، وهبدا ان انا زي ما حضراتكم شايفين كده حطينا دي الصينيه اللي مقاس 30 يا جماعه، حطينا البيتزا بتاعتنا اهيت. هبدا بشوكه زي كده او بعجل التخريم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الصينيتين بتوعنا اهم كده خرمناهم بالشوكه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيتزايتين مقاس 30 يا جماعه. هبدا ان احنا هنجيب بيضه زي ما حضراتكم شايفين او صفار بيضه او حسب الكميه اللي انتوا عاملينها اهو. قلبناهم بنقطه ميه يعني شويه ميه صغيرين زي ما حضراتكم شايفين. وهبدا ادهن ده مكان الصلصه يا جماعه. احنا دلوقتي مش عاملين بصلصه، الناس اللي ما بتحبش الصلصه حابين اعملها لكم بالبيض. والبيض طبعا مع العجين، البيض صديق العجين مفيش منه اي مشاكل، يعني العجين بيحب البيض اهو. هبدا ان انا ادهن وش طبعا يا جماعه كده خلاص. دي بيضه واحده بس، بيضه على حوالي 3 4 معالق ميه، وقلبناهم بنقطه فانيليا زي ما حضراتكم شايفين. خدوا وش الدهان بتاع البيتزايتين اللي احنا عاملينه زي ما حضراتكم. البطن بتاعتي نقطعها شرايح رفيعه زي كده عشان تستوي بسرعه، لان البيتزا عايزه نار عاليه زي ما حضراتكم شايفين. هبدا ارص الطماطم بتاعتي على وش البيتزا زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا يا جماعه برضو معانا الفلفل شرايح رفيعه زي كده عشان يستوي بسرعه اهو. هبدا ان انا طبعا يا جماعه برضو الزيتون اللي هو الشرايح ده اللي حضراتكم عارفينه اهو. كده البيتزتين بتوعنا يا جماعه احنا هنسيبهم 10 دقايق او ربع ساعه الخميره تمشي فيهم. وبعد كده هندخلهم الفرن على درجه حراره 200 او 220 قبل ما نحط الجبنه. تاخد ارضيه من تحت، تاخد الارضيه الحلوه الدهبي بتاعتها، وان شاء الله نطلعها نبدا نحط عليها الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا. هنحطها تحت الشوايه بحيث ان الجبنه ما تنشفش وفي نفس الوقت يا دوب تسيح وتعطي المطه المظبوطه بتاعتنا. احنا دلوقتي هندخلها الفرن لمده 10 دقائق. هتاخد في الفرن حوالي من 10 دقائق باذن الله على درجه حراره 220. طبعا يا جماعه دي جبنه موتزاريلا الحمد اهي اهي. دي احسن جبنه موتزاريلا في السوق يا جماعه. ده طبعا احنا مش هنحطها الا ما ندخل الاول البيتزا بتاعتنا الفرن تقعد لها حوالي 10 دقايق وتاخد الارضيه بتاعتها كويسه. بعد كده نطلعها نحط عليها الجبنه تخش تحت الشوايه لمده 3 4 دقائق باذن الله، ونوريكم احلى بيتزا في الدنيا. هنسيبها 10 دقايق ربع ساعه بس تخمر وان شاء الله نرجع لكم تاني. حضراتكم شايفين بعد حوالي من ربع ساعه او ثلث ساعه شايفين البيتزا عملت ازاي؟ البيتزا خمرت بتاعتنا اهي. هنبدا ندخلها الفرن ان شاء الله على درجه حراره 220. طلعناها من الفرن اهي يعتبر مستويه. هنبدا ننزل عليها بالجبنه وندخلها لمده دقيقتين تحت الشوايه. هبدا انزل بالجبنه بتاعتي. شايفين اللون يا جماعه؟ قرب على اللون. شايفين اللون؟ شوف اللون ذهبي وجميل ازاي. احسن جبنه هنبدا ندخلها الفرن لمده 3 دقائق تحت الشوايه. الجبنه بس تسيح عليها كده وتنزل عشان تعطينا المطه اللي احنا بنحبها اللي هي المعروفه عن البيتزا. طبعا حضراتكم ده بعد ما دخلناها حوالي 3 4 دقائق زي ما حضراتكم شايفين. قرب عليها. شايفين الجبنه عامله ازاي على شكلها؟ ده شكل البيتزا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني بيتزا المحلات ولا اروع من كده. اللون الذهبي يا جماعه بتاع البيض شوف احسن من الصلصه 1000 مره. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه ممتازه جدا. طبعا السرعه سخنه من الفرن يا جماعه. نبدا اللي احنا برضه نحاول نشوف المطه بتاعتها. شايفين الجبنه عامله ازاي يا جماعه؟
اهي. شايفين البيتزا عامله ازاي؟ اهي. شايفين المطه بتاعتها عامله ازاي يا جماعه؟ اهي. بيتزا بسم الله ما شاء الله ولا اروع من كده. اهي. ولا بيتزا المحلات يعني حاجه. شايفين المطه عامله ازاي؟ اهي. بسم الله ما شاء الله يعني. شايفينها عامله ازاي؟ اهي. يعني